مثلث العلاقات الذهبية الكبرى. الحقيقة الجملة دي مش بتاعتي. الجملة دي بتاعت علم النفس الإيجابي، هم سموها كده المثلث الذهبي في الحياة. ايه أركانه بقى؟ بيقول لك أركانه 3 حاجات: أبوك وأمك، مراتك وولادك، أصحابك. طب واللي مش متجوزين؟ أبوك وأمك، أصحابك، مواصفات شريك الحياة في المستقبل. لأن كل شاب وكل بنت عنده حلم بفتى أحلام بمواصفات نفسي يبقى شكله إيه وعامل إزاي. ده جزء من المثلث، وحتى لو هو لسه مش موجود بس هو مش افتراضي، لأنه قوي جدا جوه عقلك الباطن. احنا بنتكلم على التقوى مش كده؟ بس احنا الأول بنقولها إيه هي مثلث الذهبي للعلاقات الذهبية. فهم رسموا مثلث سموه المثلث الذهبي، وحطوا فيه الأب والأم، حطوا فيه الزوجة والأولاد، حطوا فيه الأصحاب. واللي مش متجوزين كأنك حاطط نقط كده مش متوصلة، مواصفات زوج المستقبل، مواصفات زوجة المستقبل. ده المثلث الذهبي. بيقول لك إيه مارتن سليجمان مؤسس علم النفس الإيجابي؟ جودة حياتك مرتبطة بالمثلث ده. مودك، صحتك النفسية، انت معرض للإصابة بالأمراض النفسية ولا انت في حماية من الأمراض النفسية مرتبطة بالمثلث ده. كلام رهيب. باربرا فريدسون دي واحدة من علماء النفس الإيجابي، قالت كلام رهيب جدا. معنى الكلام يعني لو كل الناس زعلانة منك و2 أو 3 من المثلث علاقتك بيهم حلوة، انت الوزن النسبي لسعادتك وصحتك النفسية في صالحك. مفهومة؟ ولو كل الناس مبسوطة منك وانت فاقد 2 أو 3 من المثلث دون، انت الوزن النسبي لسعادتك وصحتك النفسية في غير صالحك. انت معرض للأمراض النفسية ومعرض للتعاسة. يا نهار أبيض. انت شايف المثلث ده عامل ازاي وخطير ازاي؟ طب ده علم النفس الايجابي. سيب بقى علم النفس الايجابي وتعالى نروح لايماننا وروحانياتنا وسر عجيب في القرآن. ربط المثلث زي ما هو بالتقوى. عايز تحمي المثلث؟ اتق الله. اتق الله فيهم. احنا اتكلمنا اتقي الله عموما، وبعدين اتقي الله في رسم خريطة حياتك. دي 3 قواعد، خلي بالكم. أنا عشان اللي عايز يراجع القواعد اللي فاتت، احنا القاعدة بتاعت النهاردة القاعدة رقم 4، فاللي عايز يراجع ال3 قواعد التانيين في الفهم عن الله يرجع لهم. احمي مثلث العلاقات الذهبية الكبرى في حياتك بتقوى الله والإحسان. سر عجيب، سر عجيب هتفاجئوا دلوقتي. ما يتكلمش القرآن على العلاقات دي في حياتك إلا لازم يربطها بالتقوى. شوف: يا أيها الناس اتقوا ربكم. الناس، كل الناس، مش بيكلم المسلمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله. مرتين كلمة اتقوا الله، يعني قبلها وبعدها. ايه نفس واحدة؟ ان حواء اتخلقت من ضلع آدم. لا، ده في لسه نظرة أوسع من كده. نفس واحدة دي كلمة رومانسية رائعة. هي حتة منك، ده انت روح واحدة. عارف لما واحد يقول لمراته وحبيبته انت توأم روحي؟ هي نفس واحدة. هي نفس واحدة دي. يا نهار أبيض، ده القرآن في كلمة قمة الحب، توأم روحي. فهي نفس واحدة، هم جسدين في نفس واحدة. عايز يفضل كده؟ وبعديها نفس الآية على فكرة دي أول آية في سورة النساء. واخد بالك في سورة إيه؟ في سورة النساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. أم حاطط المثلث الثاني الآباء والأولاد. خلاص المثلث كله في آية واحدة. والتقوى جت مرتين واتختمت بإيه؟ إن الله كان عليكم رقيبا. ما تزعلش لو راحوا منك وخسرتهم، لأن أنت ما اتقيتش الله. طيب الآية تانية: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قرة أعين يعني إيه؟ برضو كلمة رومانسية رهيبة. ما يملاش عيني في الدنيا قد لمة العيلة ومراتي وولادي. الله. ما هي كده يعني. ايه قرة أعين؟ ما يملاش عيني. وجعلنا للمتقين إماما. الواو للعطف. كل ما تقواك تعلى كل ما يبقوا قرة أعين. لا 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 لا، ده بالعكس. ما فيش القرآن كده. هو القرآن فيه سر عجيب: ربط التقوى بمثلث العلاقات.
بص الآية بقى العكسية، يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم، خلي بالكم ممكن يتقلبوا عليكم في ثانية. الآية اللي بعديها إنما أموالكم وأولادكم فتنة، خلي بالكم. ليه يا رب بتقول لي كده؟ فاتقوا الله ما استطعتم. إيه فاتقوا الله ما استطعتم؟ عشان ما يتقلبوش. أنت فاكر إن ولادك في جيبك وفاكر إن مراتك في جيبك، في ساعة. مقلب القلوب اللي بيقولها عاصم، القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يتقلبوا عليك تخسرهم في ثانية. اوعى تلعب، اوعى تلعب مع الله، اوعى تلعب في التقوى. بتتقي الله فيهم، امان ما بقى، اطمئن خلاص كله زي الفل. في حاجه عجيبه جدا، التقوى بتفتح لك سيستم المثلث. تفتح لك سيستم العلاقات. يلا اتفتح السيستم، تعصي ربنا يتقفل السيستم. اتقي الله في عينك، ما تبصش على الحرام ولا تستخدم النت في الحرام، يحسن تتحرم من مواصفة زوجة حلوة كان ربنا مجهزها لك في المستقبل. اتقي في لا فلوسك، اوعى تأكل ولادك حرام تخسرهم في يوم. كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. اتقي الله في أبوك وأمك، اوعى تأذيهم، اوعى تهجرهم، ده انت حياتك بيهم. اتقي الله في مراتك، اوعى تأذيها تخسر ليلة القدر. اتقي الله في جوزك، اتقي الله يحمي لك مثلث العلاقات. وحاجة عجيبة يا جماعة، علاقة عجيبة بين تقوى الله وانشراح الصدور ليك. تتقي ربنا تتشرح ليك الصدور، حاجة عجيبة، سيستم رباني. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. لما وضع الذنب شرحت الصدور. ما هي معناها كده، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذنب بيتقل. بيرني براون دي عالمة نفس إيجابي بتقول كلام رهيب جدا. بتقول إيه العلاقة بين إن الناس تبقى منشرحة ليك وبين إنك تبقى مش ماشي معوج. هي ما قالتش التقوى يعني، بس بتعبر بيها. قالت لك لأن الأصل في العلاقات الثقة. لما الناس بتشك في مصداقيتك تفهم منك. صح. ولما تثق فيك نتيجة استقامتك تفتح قلوبها ليك. في علاقة بين انشراح الصدور علمياً، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أنت بقى هتعمل إيه؟ أحد التابعين بيقول إني لأرى أثر معصيتي في سلوك زوجتي وأولادي ودبتي حتى العربية تبوظ. هو بيقول كده. هتعمل إيه في مثلث العلاقات؟ وهتحافظ عليه إزاي؟ لما نرجع للسيرة تلاقي ربط عجيب بين التقوى وبين النتائج الربانية. أم سليم دي صحابية من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أم سليم متجوزة راجل بتتقي ربنا فيه جدا وبتتعامل معاه برحمة شديدة جدا، اسمه أبو طلحة. خلفه ولد وحيد. فأبو طلحة من نوعية الرجال اللي بتبقى عارفين، الرجال اللي بتبقى متعلقة بولادها قوي، يمكن أكتر من الأم نفسها. يعني بيبقى في رجالة كده يعني. فهو متعلق بالولد جدا جدا جدا. وأم سليم مشفقة عليه من الحكاية دي. الولد عيل والولد الوحيد. فالراجل بقى تعبان جدا جدا جدا. قالت له أنت هتقعد جنبه ليه؟ روح صلي مع النبي صلاة العشاء إن شاء الله يبقى كويس. مات الولد. اتقت ربنا في جوزها، مش عايزة تبلغه لما يجي إن الولد مات، لأن المدينة بتقفل بعد العشاء، ما فيش حاجة يعني هيقعد يعيط جنبه وينهار. الفجر كل الناس بتتحرك، فلو قالت له بعد العشاء ما فيش غير إنه هو هيبكي. تخيل تقوى الله وصلت معها لفين. أنا مش هقول له للفجر علشان حرام يتألم. إيه ده؟ صعب قوي دي. في ستات شغلتها النكد. رجع أبو طلحة من صلاة العشاء مع النبي، قال كيف حال الغلام؟ قالت سكن لها دبل مينينج. سكن استريح وسكن مات. فهو افتكروا إيه؟ نام. فانبسط قوي 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 إن الولد سكن. فقال لها طيب قومي بقى اعملي لي عشاء وتزيني لي. فقالت له حاضر. حاجة قدرة. صحي الفجر. قلت له يا أبا طلحة إن لنا جيران كانت لهم عندنا ودائع ويريدون الآن أن يستردوا الوديعة.
هل أرد لهم الوديعة؟ قال أمرنا الله برد الودائع. قالت فإن الله قد استرد وديعته، ربنا خد الوديعة بتاعته، فاحتسب الله في ابنك. فبكى وجري على المسجد النبوي في صلاة الفجر، قال النبي تركتني بالليل وتخبرني بالنهار. فقال النبي لهذا سمعت صوت أم سليم في الجنة بالأمس، أنا سمعت صوتها في الجنة امبارح. الله الله. خلفوا بعد كده ولد تاني، الولد ده خلف 10 ولاد كلهم من حفظة القرآن، ما شاء الله ما شاء الله. كلهم من التابعين. تقوى، تتقي ربنا والله يعوضك، والله هيعوضك وهيكبر بخاطرك، وهيكبر بخاطرك. شوف الآلام اللي انت شفتها في الدنيا والله هيكبر بخاطرك وهيعوضك وهيسعدك ويطمنك، بس اتقي الله. تتقي الله ويسيبك؟ صحيح. ده انت تمشي في الدنيا وانت مطمن على مثلث العلاقات. اطمن، لو عندك حد بتحبه ونفسك ما تخسروش اتقي الله فيه. لو عندك حد بعدت عنه ونفسك ترجع العلاقة حلوة اتقي الله فيه. أعرف ابنه أبوه دخل معاه في صدام عنيف، لأن أبوه هو ده ابنه الوحيد. أبوه اتجوز بعد ما طلق أمه، اتجوز واحدة تانية، فالست التانية خلته في مشكلة مع الولد. أبوه طرده من الشركة، فالولد جالي قلت له تتقي ربنا وتحسن مع أبوك وتستمر على كده. كل ما يقابلني والله بعمل اللي انت قلته ومفيش حاجة بتحصل. بعد 6 أشهر كل حاجة زي الفل. طب لو ربنا قفل عليك السيستم لأنك ما اتقيتش ربنا في خطوة، هيحصل لك ايه؟ تفقد ال3. فين الكلام ده في القرآن؟ ايه ده؟ في قصة في القرآن كده؟ قصة في القرآن كده. كعب بن مالك، سيدنا كعب بن مالك النبي طالع غزوة تبوك، ساب النبي وما طلعش معاه. مش طالع معاك ليه يا سيدنا كعب؟ ده راجل شاهد بدر، ده راجل ده من الصحابة الكبار، ليه كده؟ غلط. حب يقعد في المزرعة بتاعته مع مراته وولاده، ساب النبي في غزوة تبوك. الغزوة مدتها قد ايه؟ 50 يوم. رجع النبي من الغزوة، كل المنافقين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم، معلش يا رسول الله كان عندنا ظروف، ويعتذروا. جه كعب بن مالك قال ما خلفك؟ قال لم يكن عندي عذر يا رسول الله. صدق، ما كذبش. فقال النبي أما هذا فقد صدق، قم حتى يقضي الله فيك، لما نشوف ربنا هيقول فيك ايه. فربنا اللي أمر مش النبي. ما حدش يكلمه لمدة 50 يوم، اتقفل السيستم. هو أهم ناس 3 في حياته مين؟ كعب بن مالك. النبي بمنزلة الأب، وابن عمته صديق عمره أبو قتادة، ومراته. مش هما دول المثلث؟